بين الكابتن طارق دياب اعظم صانع العاب في تاريخ تونس والكابتن حسام غالي، عندك اسراره. الحقيقه النهارده يعني موعد مع الرئيس في قصر قرطاج، ودي كانت مساله في قمه الروعه في دلالاتها العربيه ودلالاتها حتى الرياضيه، انه رئيس الدوله المنتمي ليها النادي المضيف لفريق بيلعب نهائي البطوله، والفريق الضيف يا باشمهندس يكسب البطوله. فاذا بالرئيس التونسي الدكتور منصف المرزوقي يستقبل بعثه الاهلي صباح اليوم. حضر السفير المصري الدكتور ايمن مشرفه، وحضر المهندس هشام سعيد عضو مجلس اداره النادي ورئيس البعثه، وكان طبعا وزير الدوله للرياضه العمري فاروق، بالاضافه للكابتن طارق دياب وزير الدوله او وزير الشباب والرياضه التونسي، مع كل لاعبي النادي الاهلي واعضاء الجهاز الفني. الحقيقه اهتميت بالخصوص يا باشمهندس ان انا اعرف ايه تفاصيل اللي حصل. رئيس دوله بيستقبل فرقه فايزه ببطوله على حساب فرقه بلدها. للخلفيه المهمه انه الدكتور منصف المرزوقي شخص يؤمن كثيرا بالقوميه العربيه وقيمتها، فدي خلفيه عروبيه خلته حريص تماما على لقاء الفريق مهما كانت النتيجه. بس الشيء اللي يسعد كل الاهلاويه وكل الجماهير المصريه ان الرئيس التونسي يستقبل بعثه الاهلي بشكر خاص جدا للاعبين على هذا الاداء، وبيقول لهم انا اتفرجت على المباراه، انا بشكركم ان انتوا متعتونا بجد، انتوا قدمتوا صوره رياضيه رائعه جدا، قدمتوا انتوا لعيبه الترجي نموذج للمنافسه الرياضيه الشريفه القويه جدا والملتزمه جدا. وطبعا بيقول لهم ده مش كتير ولا كبير على شباب دولتين قاموا بثورتين ادهشت العالم. بيوصيهم باستمرار خليكوا دايما محافظين على الروح الرياضيه، وواضح انه بيلمح على انه كان في السابق لما التوترات العربيه موجوده كنا بنشوف مباريات كوره بتؤدي الى قطيعه والى هز وتوتر علاقات بين شعبين شقيقين، لعله كان بيشير بين اللي حصل بين مصر والجزائر يا باشمهندس. لكن تهنئته للاعيبه النادي الاهلي فردا. طبعا المهندس هشام سعيد شكره كتير جدا على الحفاوه والترحاب والاهتمام، واهداه درع نادي القرن. والراجل اتكلم كتير على قيمه النادي الاهلي وانجاز النادي الاهلي، واتمنى للفريق التوفيق ان شاء الله في المناسبات اللي جايه. حضر في المقابله يا باشمهندس كابتن طارق دياب. كابتن طارق دياب بعد لقاء الدكتور منصف المرزوقي انا اجريت معاه حوار مطول على التليفون عشان اعرف ايه اللي حصل وتعليقه على هذه المقابله مع رئيس الجمهوريه ايه. فهو طبعا شكر منصف المرزوقي على اهتمامه الكبير بالمناسبه الرياضيه ديت. بس طارق دياب كمحلل رياضي، كنجم كبير جدا لنادي الترجي، كواحد من امهر صناع الالعاب في الكره العربيه يا باشمهندس، انت استمتعت بيه كتير جدا. كان فز، لعيب صاحب رؤيه وشخصيه وقياده، كان لاعب فز الحقيقه. يعني هو طبعا في سياق كلامه معايا توقف عند 4 أشخاص. اول حد حسام غالي، يعني ما انتظرش ان انا اقول له طيب طارق دياب النجم والمحلل والصانع الالعاب الكبير، قال لي انا استمتعت بكره النادي الاهلي استمتاع غير عادي، ورغم ان انا ابن للترجي ووزير للرياضه في تونس، لكن انا من البدايه من حتى مباراه القاهره وانا شايف ان الاهلي افضل. الترجي عنده 4 غيابات في مباراه العوده اثروا فيه، بس بيقول ما كان من المفروض انه فريق بطل حامل لقب يتاثر باي غيابات، وضرب المثل بفريق النادي الاهلي. شكر جدا حسام البدري على تجهيزه للاعبين، قال لي الاهلي لديه مدرب وطني رائع جدا، جهز اللعيبه فنيا وتكتيكيا وبدنيا ومعنويا بشكل رائع. بيقول انا الاهلي فاجئنا بشكل كبير. ما انتظرش ان انا اقول له مين احسن لاعب عجبك، قبل ما اكمل الجمله قال لي حسام غالي. قال لي ده نموذج للاعب المبدع، انا بتفرج وانا قاعد في المدرج مستمتع جدا بادائه. وقلت له انت في مراسم التتويج، قال لي انا اهتميت ان انا اشكره وان انا ابدي لي اعجابه الشديد بيه. قلت له انت نموذج للاعيب الكره الهائل جدا، لمساتك كانت مؤثره جدا، هو بيسلمه كاس، رابط بالظبط رابط بين زمايلك دفاعا وهجوما، لمساتك مهمه جدا، تحكمك في الكره في وسط الملعب،
فكرك العالي في الملعب. قلت له طيب يعني ده لما يخرج من طارق دياب صانع الالعاب، في حق صانع العاب كان ماهر جدا في فريق النادي الاهلي. قال لي انا ما بصيت ابدا للالوان، انا كنت كلاعب كوره مستمتع باللي حسام غالي بيعمله. فانت متخيل ان ده وزير الرياضه في تونس ونجم وقيمه ورمز الترجي في تاريخه. رأيي له قيمته، لذلك انا كنت حريص ان انكشك، لان انا عارف انك اهتميت. قال لي طبعا يعني باللقطه دي وكلمته. قال لي حارس الاهلي اكرامي في افضل حالاته وقدم مباراه رائعه جدا، واللاعب اللي في الناحيه اليسرى حتى لما سالته مين، قال لي اللي فوق واللي تحت. يعني واضح ان هو معجب جدا بشديد قناوي، باحمد شديد، وبوليد سليمان. فالاثنين شايف ان هم عملوا دور كبير جدا. طارق دياب يعني قال لي ان انا وقعت بروتوكول تعاون مع العمري فاروق وزير الرياضه المصري، ومهتمين جدا ان احنا نفعل ده التواصل بقى بالظبط، ان احنا نبني عليه، لانه هو شايف اللي الاهلي والترجي عملوه اساس قوي جدا يصلح لبناء كبير عليه. ده انا شايفه انه اساس يبني علاقات عربيه كبيرة. عربيه طبعا لتاثير الرياضه على الجماهير، يعني ده نموذج على لكل وجدان شاب الشعوب. ولازم يحتذي بيه. بالظبط.